لو الطلق وقف فجأة قبل مرحلة الدفع، عاوزاكي تعرفي ان دي حاجة مش خطيرة، ده جسمك بيجهزك لأهم لحظة في الولادة. طبيعي جدا انك تلاقي امهات وقت الولادة بيكون عندهم انقباضات قوية ومنتظمة، وفجأة قبل مرحلة الدفع الانقباضات تقل او تقف شوية. ده بيحصل بسبب ان الادرينالين بيزيد في المرحلة دي علشان يديهم طاقة اكبر استعدادا لمرحلة الدفع، لكنه ممكن يقلل شوية من نشاط الانقباضات. ودي مش حاجة غريبة ومش معناه ان الولادة وقفت ولا حاجة. لكن في المستشفى لو الانقباضات وقفت فجأة وجسمك حب يستريح ووقف شوية عن الولادة، بيعتبروا ان ده توقف في الولادة، وبيشوفوا ان ده سبب لتسريع الولادة واستخدام محفزات صناعية. لكن في الحقيقة ده بيكون جزء من رحلة الولادة وليه هدف، وهو ان الام بتكون بتستعد لحدث مهم جدا، وهي انها على وشك ان تخرج طفل من جسمها. الجسم ساعتها بيديها فرصة انها ترتاح شوية، وبيدي كمان للبيبي فرصة انه يرتاح ويستعيد قواه قبل عملية الولادة، علشان يكون جاهز يتحمل ضغط الدفع للخروج من قناة الولادة. لو عايزة ولادة اهدى وانك تفهمي جسمك اكتر، تابعي صفحاتنا على كل المنصات. ولو حابة استعداد كامل من اول الحمل لحد ما تشيلي طفلك ما بين ايديكي، احجزي مكانك في كورس امومة بلا قلق. وخليكي دايما فاكرة ان الام الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.